أجمل حاجة في الشتا هي ريحة المطرة. يا صباح الشتا، يا صباح الجو الدافي الجميل. هو أي نعم في شتا بس الجو دافي. صباحكم زي اللبن والقشطة والزبادي وكل حاجة حلوة على عيونكم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وهنا وسعادة. يلا نصلي على الحبيب قلبنا يطيب، واللي يصلي على الحبيب أبدا لا يخيب. نهاركم كله هنا وسعادة وراحة بال. ربنا يجعل يومكم مليان بالخير والهنا والتفاؤل والأمل وراحة البال. ما تنسوش تدعوا لوالدي وجميع موتى المسلمين يا رب العالمين. صباح الهنا، صباح السعادة، صباح السكر الزيادة. اسكتوا يا ولاد، الدنيا امبارح اديتها حتة شتواية من عندها الساعة 1 بالليل كده. انما ايه، شتواية شتواية. بقيت اسمع صوت المطر كده، كان شتا جامد. الدنيا غرقت بس ايه، ريحة المطرة كانت جميلة كده. حسيت بالفرح علشان الدنيا بتشتي، وطبعا لما الدنيا بتشتي بيبقى الجو دافي. هو كده يا ولاد، لما الجو بيشتي الجو بيدفي. الجو ده بقى عايز ايه؟ عايز كوباية شاي. شايفين يا ولاد الجو مغيم ازاي؟ الجو مغيم والدنيا صفرة، وتقريبا السحابة كده نصها اسود يعني محملة بالمطرة. الجو ده حلو جدا بالنسبة لي، انا بحب الجو ده قوي. تعالوا بقى كده نشوف الجو كده في الشارع قدام البيت عامل ازاي، ما اقولكوش بقى طين طين للصبح. شايفين الشوارع غرقانة ازاي؟ فاكرين يا ولاد اغاني زمان واحنا عيال صغيرين لما كنا كده نمشي في الشارع كده، واحنا طالعين من المدرسة او طالعين من الدرس كده، وكنا نقعد نغني اما الدنيا تشتي كده، ونقعد نقول ايه؟ كنا بنقول ايه يا ولاد؟ علي يا ابو مخ خلي الدنيا ترخ، علي يا ابو معلقة خلي الدنيا مزحلقة. ياه، احلى ايام، كنا عيال صغيرين كنا بنجري في الطين وتحت المطرة، وما كانش يهمنا لا طين ولا مطرة، ولا كان يهمنا اي حاجة خالص زي دلوقتي. وكنا كمان نقعد نغني ونقول ايه؟ الدنيا بتشتي واروح لستي تعمل لي فطيرة تحت الحصيرة، اكلها وانام ويا الحمام. من احلى واجمل الايام وانا صغيرة، ايام الطفولة دي ما تتنسيش ابدا. ايام البراءة وايام العز، ايام البركة، ايام الخير كله. كانت احلى ايام يا ولاد. كنا عيال وكنا بنجري في الشوارع تحت الشتاء، من اجمل ايام حياتي هي ايام الطفولة. يلا الحمد لله على كل حال. بعد كده دخلت المطبخ علشان اعمل كوباية شاي علشان تدفيني كده، وافطر كده واعدل المزاج، وبعد كده نشوف احنا هنعمل ايه النهاردة ان شاء الله في يومنا الجميل الحلو الدافي ده. شوفوا هنعمل ايه يا ولاد، هنعمل احلى عمايل باذن الله. يلا بينا يا حلوين يا مسكرين، مش عايزين كسل النهاردة خالص، الدنيا شتا طبعا. وعايزين نعمل شوية محشي كده، إنما إيه يدفوا القلب. عملت الشاي طبعا وشربته وفطرت الحمد لله، أحلى كوباية شاي في العالم كله. كوباية الشاي لأن أنا عاملاها بإيدي طبعا. كوباية الشاي وإذاعة القرآن الكريم، حاسة إن أنا في أيام كده 1960، يعني رجعت سنين سنين كتير ورا. أيام الناس الحلوة الناس الطيبة. وتعالوا بقى اقول لكم انا عملت ايه. انا سلقت الكرنبه اللي انا كنت جايباها من السوق. عملت ايه بقى؟ جبت حله كبيره كده ومليتها ميه كده، حطيتها كده على النار وحطيت فيها شويه كمون وشويه ملح كده. انا عملت الكرنب ده معاكم كتير كتير قبل كده، عملته معاكم كذا مره. قطعت كده الجزء اللي فوق كده في الكرنبه بالشكل ده علشان الورق يفك معايا. وبعد كده حطيت الكرنبه بحالها تتسلق في الحله. وبعد كده دقيقة أو دقيقتين بقلبها كده على طول، علشان كرنب الشتا يا جماعة مش زي كرنب الصيف، يعني بتسلق معانا كده على طول. يعني ما تغيبهوش في المية علشان ما يتهريش منك قوي. وبعد كده بعد ما تطلعي الكرنب بالشكل ده تمسكيه تشطفيه تحت الحنفية بمية ساقعة، مش بمية سخنة علشان ما يبقاش سخن ورا بعض والكرنب يرجع يتهري منك. تشطفيه بمية ساقعة وتحطيه بقى في مصفى ينزل المية اللي فيه. وبعد كده يا بنات بجيب ورق الكرنب بتاعي وبرصه على بعضه بالشكل ده، وهقطع كده العنقود بتاعه. وبعد كده هقطع الحجم اللي انا عايزاه. انا بعمل كده على طول يا بنات، وبحطه في الفريزر عندي علشان اما اكون عايزه اعمل محشي يبقى كده ورق الكرنب تحت ايدي كده على طول، بطلع وبحشي على طول. بيبقى معايا زي الفل. اعمليه كده وعمره ما هيجلد منك ابدا وهيبقى زي الفل. وطبعا اما بكون بسلق كرنب بختار حله كبيره كده علشان الكرنبايه ما تاخدش مني غير مرتين تلاتة في السلق. وبعد كده بجيب الورق بحطه فوق بعضه وبشيل العروق بالشكل ده، وبقطع الورقه بالشكل ده زي ما انتم شايفين اهو. عملتها رول وبقطعها على حسب حجم الورقه اللي انا عايزاه،
سهلة جدًا، الكرنباية دي ما أخدتش منّي تقريبًا ربع ساعة، يمكن أقل من ربع ساعة أنا ما حسبتهاش، بس أخدت منّي وقت بسيط جدًا. باجيب ورق الكرنب كده وباحطه فوق بعضه وباشيل العروق كده يا بنات، وبعد كده باقطّع الورقة على 3 بالشكل ده زي ما أنتم شايفين. وعلى فكرة يا بنات أمّا تقطّعي الكرنب وتسلقيه من قبلها بيسهّل عليكِ عمايل المحشي، دي الطريقة المفضلة بالنسبة لي، باقطّعهم كده لشرايح بالطول معايا، هتعمل معايا كمية ورق كبيرة في وقت واحد، باحط الشرايح على بعضها وباقطّعها زي بعضها بيبقى حجم الورقة واحد. وطبعًا يا بنات الشغل اللي أنا باشتغله ده أنا عاملاه قبلها بليلة، يعني عاملة الشغل ده بالليل، مسكت الكرنبة سلقتها وقطعتها بالشكل ده زي ما أنتم شايفين، وحشيت وخلّصت عشان أمّا أصحى الصبح كده يا دوب أمسك الحلة بتاعتي أولّع عليها. جبت بقى حلة بتاعتي ورفعتها على النار كده وحطيت فيها شوية من الزيت، وقطعت كده حوالي 3 بصلات كبار. البصل غالي يا بنات، بس هنعمل إيه، المحشي بيحب البصل، طبعًا المحشي عايز بصل كتير. فرمت كده البصل في الكَبّة عندي، حطيت تقريبًا نُص البصل والنُص التاني كده سِبته ني كده في جنب مش هاحمّره دلوقتي، هاحمّر بقى البصل كده شوية، وعَمّا البصل يتحمّر هاعمل عصير الطماطم بتاعي، الطماطم برضه غالية بس هنعمل إيه، نِفْسنا في المحشي يا جماعة هنعمل إيه يعني، يعني مش هناكل محشي خالص ما كل حاجة غالية، الحمد لله رب العالمين. ربنا يفرجها علينا وعليكم يا رب العالمين اللهم آمين. أول ما أحس إن البصل اتحمر معايا بانزل بالطماطم على طول، طماطم المحشي ما بتتصفاش يعني أحطها كده بحالها، وبعد كده بانزل بالبهارات بتاعتي على الطماطم، ملح، فلفل أسود، كمون، 7 بهارات، بابريكا، شطة، وهادّيها تقليبة كده بالشكل ده زي ما أنتم شايفين. كده خلاص الطماطم اتسبكت معايا كده، أنا باحب بقى كده في الآخر أحط لها كده معلقة كده من التوم المفروم كده، تاخد بس يا دوب قلبة كده وبعد كده باطفي كده خلاص والطماطم اتسبكت معايا وبقت زي الفل. وبعد كده غسلت الخضرة بتاعتي شبت، كزبرة، بقدونس، غسلتها غسلة حلوة كده وقطعتها بالمقص أو بالسكينة. وبعد كده غسلت حوالي 5 كوبايات رز كده وصفيتهم من المية خالص وحطيتهم كده على التسبيكة بتاعتي بالشكل ده، وحطيت عليهم كمان الخضرة بتاعتي الشبت والكزبرة والبقدونس وقلبت كله مع بعضه. وطبعا أنا فصلت الكاميرا وشمرت وعجنت الرز كده ببعضه، فرشت كده ورقتين من الورق الأخضر، أنا ما بارميش الورق الأخضر كده باحطه كده في الحلة عندي من تحت. ما شاء الله الورق معايا زي السكر وتقطيعته متقطع تقطيعة زي الفل، كل ورقة قد أختها. وطبعًا لو أنتِ بتحبي الورق الأخضر ممكن تعملي سطرين كده من تحت وتكمّلي بالورق الأبيض عادي. وهاقول لِك بقى المحشي عشان يستوي معاكِ على طول هتعملي إيه. بُصّي يا ست الكل، وأنتِ بتحشي المحشي كده ما تزنقيش الصوابع كده جنب بعضها، يعني خلّي في فرق كده شوية، علشان أمّا تحطّي الشوربة أو المَيّة بتاعتِك تنزل على طول في المحشي علشان يستوي معاكِ، وفي نفس الوقت لمّا تحشي حاولي إن أنتِ تحشي المحشي بتاعِك خلف خلاف، يعني عكس بعضه كده بالشكل ده زي ما أنتم شايفينّي كده أنا عاملة يا بنات، يعني مرّة بالطول ومرّة بالعرض علشان المحشي يستوي معاكِ. علشان فيه ناس بتقول المحشي مش بيستوي معانا، علشان أنتِ بتزنقي المحشي جنب بعضه أوي، فالمفروض تسيبي كده فرق كده حاجة بسيطة بينهم وبين بعض، علشان المَيّة أو الشوربة أمّا تيجي تحطيها كده تنزل بينهم، تمام، تمام. أنا دلوقتي حشيت الحلة دي بس أنا حاساها مكبوسة كده شوية، أنا طبعًا عملت لحمة جنب المحشي، طبعًا شوربة المحشي المضبوطة بتبقى تحت السطر الأولاني. طيب الحلة بتاعتي مكبوسة أعمل إيه؟ هازود كمان شوية شوربة عن المعدل الطبيعي بتاع المحشي، وهنزل حلة المحشي على الأرض وأهزها كده جامد وأجيب معلقة وأدخلها كده في نص المحشي علشان الشوربة تنزل في قلب المحشي كده من جوه. وبعد كده بتولعي عليها النار تاخد غلوتين كده على نار عالية وبعد كده بتهدي عليها النار وتغطي عليها علشان البخار يسويها، وهيبقى المحشي بتاعِك تمام التمام، وتحطّي له كده في الآخر معلقة سمنة كده على وش المحشي وهيبقى معاكِ زي الفل.
وطبعًا زي ما قُلت لكم يا بنات حلة المحشي دي أنا حاشياها من بالليل، يعني أنا مجهّزة كل حاجة من بالليل يا دوب قُمت الصبح ولّعت عليها، ما شاء الله عشان الحلة بقى إيه مليانة ومكبوسة أنا هازوّد المَيّة كده شوية، بعد ما حطيت الشوربة باجيب كده معلقة علشان المَيّة توصل للمحشي من تحت، ومن الجناب كده شوية علشان المَيّة تنزل من الجوانب علشان المحشي يستوي معايا، بس الكاميرا وقفت معايا وأنا باصوّر ده فما صوّرتش اللي أنا باعمله. وطبعًا أخدت كده حلّيت المحشي ونزلت بيها على الأرض، وهزّيت الحلة كده أوي علشان الشوربة توصل للمحشي كده من جوّه، لإن ما شاء الله، ما شاء الله الحلة بتاعتي النهارده مليانة ومكبوسة، فأنا طبعًا لمّا هزيتها جامد الشوربة نقصت، فأنا زوّدت لها الشوربة شوية، فالمحشي عايز شوربة كمان، فحطيت شوربة كمان، وطبعًا يا جماعة الشوربة بتبقى أقل من السطر الأولاني، لكن أنا زوّدتها شوية علشان زي ما قُلت لكم الحلة مليانة ومكبوسة، لكن لو الحلة مهوية شوية بتبقى الشوربة تحت السطر الأولاني، يعني بتوصل تحت كده السطر الأولاني زي ما قُلت لكم. هنا حطيت المحشي على نار عالية الأول، ياخد غلوتين 2 على نار عالية، وبعد كده هاهدّي النار شوية المحشي يستوي شوية وياخد ويدّي كده بشكل وِدّي. وزي ما شفتوا كده يا بنات أنا حطيت طبق كده في نُص الحلة وغطيته بالغطا علشان أمي الله يبارك في عمرها كانت تقول لي: "الطبق ده بيحبك المحشي، يعني ما بيخلّيهوش يفُك مننا كده." الله، الله على جمال المحشي، هو الشتا والجو ده مش عايز أكتر من حلة محشي تتاكل أكل كده. حلة محترمة، بعد كده أنا طفيت عليه النار طبعًا زي ما أنتم شايفين، شايفين بقى الجمال، جمال المحشي الله! يتاكل حاف من غير أي حاجة خالص ما شاء الله، المحشي سخن والجو بارد يا سلام، يا سلام! البرد ده مش محتاج أكتر من حلة محشي. وطبعًا زي ما قُلت لكم يا بنات أنا كنت عاملة جنبه لحمة علشان آخد شوية كده من شوربة اللحمة وأحطها في المحشي بتاعي، وأثناء ما أنا كنت باحشي كنت ولّعت على اللحمة شوية كده من الزيت والمستكة والحبهان ورق اللورا، وشوّحت اللحمة بتاعتي أخدت صدمة كده في الزيت بالشكل ده، وحطيت عليها كده شوية من الفلفل الأسود، ونزلت عليها بالمَيّة المغلية، وبعد كده حطيت لها بصلة وغطيت عليها وسِبتها بقى تستوي كده براحتها. واتغدينا بقى الحمد لله وشربنا الشاي وحمدنا الكريم، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. جيت بقى المغرب قُلت باعمل لهم حاجة حلوة النهارده بقى اليوم المفتوح، ما يجراش حاجة النهارده بقى أختم اليوم إن أنا أعمل لهم حاجة حلوة، عملت لهم كيكة الكريم كراميل، هُم بيحبوها موت وبيعشقوها. هي عشان مقاديرها سهلة وبسيطة فأنا عملتها لهم بقى. يا دوب كوباية سكر، كوباية لبن، كوباية زيت، وباكو كريم كراميل، وتعالوا بقى هاقول لكم هي بتتعمل إزاي. هاجيب الخلاط بتاعي وهانزل فيه بكوباية السكر، وكوباية اللبن، وكوباية الزيت، ومعلقة صغيرة كده من الفانيليا السايلة أو الفانيليا البودر، وهاجيب باكو الكريم كراميل بتاعي، باكو الكريم كراميل فيه ظرفين، ظرف فيه بودر والتاني فيه صوص كراميل، هاخد الظرف اللي فيه البودر وهافتحه كده وهاضيفه على الخليط اللي عندي في الخلاط، هاضيفه كله أهو بالشكل ده، وهاضرب بقى كل المكونات دي مع بعضها كويس جدًا، جدًا، لغاية لمّا الخليط يتقل معايا خالص، خالص، أهو ضربتها بالشكل ده زي ما أنتم شايفين أهو، والخليط تقل معايا، هو ده شكل الخليط يا بنات بيبقى تقيل كده شوية ومش خفيف، ولو طلع خفيف معاكِ زودي له شوية كده من الزيت واضربيه تاني. هاملى كوباية كده من الخليط بتاعي كده وهاحطها كده على جنب، وهاجيب الخليط اللي عندي في الخلاط وهازود عليه بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، وعليهم نص معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة ومعلقة من الخل وذرة من الملح، وهاضرب تاني كل المكونات دي مع بعضها كويس جدًا، جدًا بالشكل ده، وده شكل الخليط بتاعي أهو، ده بقى اللي أنا هاعمل بيه الكيكة بتاعتي، وهو ده شكل الخليط بتاعنا اللي إحنا هنشتغل بيه الكيكة. عندي هنا كوبايتين إلا ربع من الدقيق، هنخلهم بالشكل ده، هنخلهم مرة و2 و3 علشان الكيكة تبقى هشة ومرتفعة معايا، وهاضيف عليهم كيس من البيكنج باودر هاقلبهم كده، وهاضيف عليهم الخليط بتاعي، وهاقلبهم بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هاقلب الكيكة بتاعتي في اتجاه واحد علشان مفضيش الهوا اللي فيها. أنا حسيت إن الخليط بتاعي تقيل شوية ضفت عليه كده معلقتين كده من اللبن بالشكل ده زي ما انتم شايفين. أنا عايزة هو ده القوام المظبوط للكيكة بتاعتي، مش عايزاها تقيلة ومش عايزاها خفيفة.
جبت بقى الصينية بتاعتي أنا مبطناها بزيت ودقيق بالشكل ده، وهضيف فيها الخليط بتاع الكيكة بتاعتي وهخبطها خبطتين كده على الرخامة، وهدخلها فرن درجة حرارته 180 درجة. وأول ما تطلع من الفرن هسيبها لغاية لما تبرد خالص، وهعملها كده بالخلة زي ما انتوا شايفين، وهنزل عليها بنص كوباية من اللبن البارد، وبعد كده هنزل عليها بكوباية الصوص اللي أنا كنت حطاها على جنب، وهفردها عليها بالشكل ده. بجد يا جماعة الكيكة دي خطيرة 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 جدا، أحلى وأطعم من الجاتو والتورتة كمان. هفردها بالشكل ده، وهجيب بقى الكيس اللي فيه الصوص كده، وهفرده بالشكل ده يا بنات بشكل عشوائي عادي، مش شرط يعني يكون شكله منتظم. وعندي بقى خلة، وهمشي بالخلة كده عكس عكاس على الكيكة بتاعتي، بجد تحفة. عشت معاكم النهاردة يا بنات يوم شتوي دافي من أوله، عملنا محشي وعملنا كيكة الكريم كراميل. يا رب ما تحرم منكم أبدا ولا تحرموا مني أبدا. وأنا كده خلاص خلصت الفيديو بتاعي النهاردة. يا رب فيديو النهاردة وروتين النهاردة يكون عجبكم وشجعكم كمان. يا ريت اللي لسه ما اشتركش لسه في القناة يدخل بسرعة بسرعة عشان يشترك، وما تنسوش بقى اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.